يتجنبوا ويجنبوا للبلد، مش إنه نعاند ونكابر ونفضل نردد كلام بإنه ليس في الإمكان أحسن مما كان. لا، اللي احنا شايفينه ده أسوأ ما يكون. وأنا بقول تاني مطمئنا، وده كلام علم مش كلام مناكفة سياسية، إنه ما نراه الآن هو أسوأ أداء لأي سلطة في آخر 200 سنة على الأقل. وبشكل واضح السيد رئيس الجمهورية الحالي يقدم أسوأ أداء في آخر 200 سنة على الأقل. يجب أنه لما أي حد يقول رأي زي ده الناس لا تنظر ليه على أنه يعني بيغرد خارج السرب، ولا أنه بيقول كلام فوق السقف. ده أبسط حقوق أي مواطن في أي بلد بتحترم الحد الأدنى من حقوق مواطنها، أنه يقيم السلطة وأنه يقومها، وأنه يستطيع بصندوق انتخابات أنه يغيرها متى أراد وكلما أراد. فأنا يعني للعاتبين وللغاضبين بكرر تاني اللي أنا قلته، واللي أنا بقوله ده ليس نتيجة لظروف مستجدة. ده كان رأيي قبل ما أكون نائب في البرلمان وبعده، قبل ما أكون رئيس حزب وبعده. الأهم من كل هذه الصفات والأبقى أن أنا الآن مواطن، زي ما بيقول الدستور، أحد أفراد الشعب السيد في الوطن السيد، وكل مواطن المفروض أنه هو السيد، وأنه أي حد في أي فرع من فروع السلطات الثلاث في الدولة هو بيعمل عند هذا المواطن وبيتقاضى أجر نظير ذلك. لحد يمن على الناس ولا حد يعايرهم، لأنه ببساطة الناس عملت اللي عليها وزيادة، عملت اللي عليها في التغيير وعملت اللي عليها في التحمل. كونها بقى النهاردة أمام سلطة ويتحمل المسؤولية الأولى فيها رئيس هذه السلطة تجرأت على ما لم يسبقها إليه غيرها، فشل واضح جدا للأسف. حاولنا ولحسن الحظ ان احنا عايشين في عصر التوثيق، ويمكن ان الناس ترجع لكل المواقف الكبيرة على مدار السنوات الماضية عشان تشوف ازاي كنا مش بنرفض للرافض ولا بنكتفي بان احنا نقول لا، وده حق بالمناسبة اللي بيعمله، لكن كنا بنحاول نمنع، نوقف التهاوي اللي وصل بنا الآن إلى ما نحن فيه. ما نحن فيه اللي هو يعني سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، حقوقيا، وللأسف وبين قوسين وطنيا أسوأ من الكوابيس، أسوأ من الكوابيس. دي ليست دعوة لليأس وليست دعوة للفوضى، إنما هو تشخيص للواقع كمقدمة للحديث في المستقبل. أخيرا، كما فهمت من رسالة المحبة والعشم وأيضا العتب والغضب، علي دور أكبر من أن أنا أقدم تشخيص لهذا الواقع، لكنه ضروري لطرح رؤية للمستقبل. أقدر أقول دلوقتي بعد 6 شهور من يعني هذا الرحيل المؤقت إلى حيث أستطيع أن أختلي بنفسي فأفكر وأراجع، إن أنا انتهيت من صياغة رؤيتي بشكل كامل، وإنه في الوقت المناسب وفي السياق أيضا المناسب هقدمها لحضراتكم. اجتهاد لا يصادر الاجتهادات الأخرى، بل لعله يعني يسعى للتكامل معها علشان نجتهد في تحقيق الأهداف اللي صار من أجلها
الشعب المصري زي النهاردة من 12 سنة. أظن أنه بكده أكون يعني وفيت واجب عليا في الإجابة على هذه الأسئلة. أرجو أن الناس تتفهم أنه أنا أتحرك وفق خطوات أجتهد فيها علشان توصل بيا لهدف ليس لي فيه من مطمع سوى أن أؤدي ضريبة هذه المحبة وهذا العشم لشعب عزيز وكريم يستحق بالتأكيد مستقبل أفضل، ويستحق بالتأكيد واقع غير هذا المؤلم اللي بيعيشه. شكرا لحضراتكم، واتمنى ان احنا نتقابل قريب وانتم جميعا في خير، ومصر في امان وسلام ورخاء.